السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل كيك الشوكولاتة، كيك رطب جدا وجميل جدا. معايا 4 بيضات نزلت بيهم عليهم بنص كوباية سكر. يعني انا كاتبة المقادير في صندوق الوصف. 130 جرام سكر. هضربهم كويس وهنزل عليهم بالفانيليا لحد ما نوصل للقوام اللي هتشوفوه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل هننزل بزيت 80 جرام زيت. يعني في الكوباية بقى الصغيرة بتاعة الشاي ديت، عايزة تعبريهم زي ما شفتي كده من غير موازين براحتك. ومعانا 200 ملي مية. انا حطيت مية لسبب، لان انا في لسه حليب هنشربه لها مع الشوكولاتة. 200 ملي مية او حليب براحتك، عايزة تحطي حليب حطي، ما حبيتش يعني اكلف حليب اكتر، يعني عشان طبعا انا عارفة الحليب غالي ومفيش حاجة بقت رخيصة، كل حاجة غالية. هنجهز المكونات الجافة. معايا كوبايتين دقيق. انا نخليهم قبل كده برضو بس كده اتركنوا شوية، قلت اعملهم تاني عشان الهوا. يعني كل ما بننخله اكتر بيكون احسن، لو نخلتيه مرة واتنين وتلاتة بيكون احسن برضو. معايا كمان 50 جرام كاكاو وكيس بودر. هنقلبهم في بعض كويس. كيس بودر دريم، والكاكاو كاكاو اسباني نوع نضيف. في انواع مش كويسة، النوع اللي مش جربتيه بلاش يعني تجربي، لان في انواع وحشة. يعني انا قايله قبل كده، يعني انا جربت نوع كده ما كنتش اعرفه. ندمت ان انا جبته يعني، بس كنت جايبه حاجه بسيطه خالص. قلبنا المكونات الجافه في بعضها، وهننزل بيهم على المكونات السايله. هنقلبهم، ننزل واحده واحده كده زي ما انتوا شايفين. ونقلب في اتجاه واحد. ضروري في كل انواع الكيك يكون التقليب في اتجاه واحد، وبالراحه تقليب كده بالراحه. هنزل شويه شويه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب اللي يعجبه الفيديو ويشترك ويعمل لايك، مش خسارة فيا لايك يعني، واشتراك. ان شاء الله هتلاقوا كل جديد وجميل. الكيكة ديت بصراحة يعني انا مغيرة فيها حاجات كتير جدا. لو سمعتوا المقادير اللي كانت الأصلية هتستغربوا. يعني شايفاها على قناة مش فاكرة، قناة أجنبية، لكن استغربت المقادير. يعني اللي عاملها كان حاطط كوباية دقيق وحاطط 200 ملي زيت في الكيك مع البيض. طبعا استكترتهم. وفي الجناش برضو حاطط 250 ملي زيت اللي هنعمله دوت. طبعا انا محطتش زيت خالص، انا حطيت زبدة. الزبدة اخف من الزيت. لو عايزة تحطي زيت بحطي يعني حاجة بسيطة خالص. يعني انا حاطة 150 جرام زبدة في الجناش. هتحطي زيت خليهم 100 جرام 75. طبعا انا حطيت في الجناش ايه بقى، نقول المقادير بتاعتنا. 40 جرام كاكاو و200 جرام سكر و 3 كوبايات حليب، يعني حوالي كيلو الا ربع، و150 جرام زبدة. هنقلبهم كويس على النار لحد ما يسخنوا، مش هنخليهم يغلوا، يسخنوا بس عشان الكاكاو يفك ويتقلب كويس مع اللبن والسكر. انا حطيته بعد ما قرب يدفى كده. طبعا انا قلت السكر كام جرام. قلت 200 جرام سكر. وخلاص سخن اهوت. هيكون الكيكة طبعا دخلت الفرن وخرجتها انا دلوقتي من الفرن. هقطعها، لسه مخرجاها من الفرن سخنة. هقطعها
وهي سخنة كده والجناش سخن، هسقيها منه وهو سخن، مش هيحصل اي حاجة خالص. الكيكة دي رطبة جدا وجميلة جدا، واللي هيعملها عشاق الشوكولاتة بقى يعني مش هيبطلوا يعملوها. انا بنتي من عشاق الشوكولاتة بصراحة، عملتها عشان خاطرها. من زمان بقالي فترة كده مش عملت حاجة فيها شوكولاتة. فرحت قوي وعجبتها قوي وتقول جميلة جدا يا ماما. بصراحة هي جميلة، طعمها جميل، وانا مخففة السكر. عايزة تزودي سكر، عايزة تحطي كوباية كاملة حطي كوباية كاملة سكر، مفيش اي مشكلة. السكر مش هيبوظ فيها حاجة، هو طعم مش اكتر. انا خدت 4 كبشات، انا بقول عليها كبشة معرفش بتسموها ايه بقى. خدت 4 كبشات سقيت بها الكيك، واللي اتبقى حطيت عليه 100 جرام شوكولاتة من الشوكولاتة اللي احنا بنستخدمها طبعا القطعة ديت، بس شوكولاتة محلاة بالسكر، يعني مش دارك مش خام، شوكولاتة محلاة. هنخليها تغلي حوالي 10 دقايق، يعني القوام يتقل شوية. هي كده كده هتتقل عشان الشوكولاتة اللي انا حطيتها. شايفين بقى القوام بقى عامل ازاي. انا الجناش دون انا سبته يبرد شويه، كان ممكن اسيبها وهي سخنه برضه مش في اي مشكله، وكانت هتنشف على الوش عادي. هي مش بتنشف، بتبقى طريه زي ما هتشوفوها كده في الاخر. سقيتها كده ده هي مش هتشرب الجناش دون، هو هيبقى على الوش جميل كده. شايفين بقى جميله جدا. سبتها في التلاجة بعد ما بردت، دخلتها التلاجة حوالي ساعه. شايفين بقى عامله ازاي، جميله جدا. طبعا مقاديرها بسيطة جدا وسهلة، ومش فيها يعني طبقات وحاجات حية، لا جميلة وسهلة في نفس الوقت، طعمها رائع، طرية وجميلة جدا. يا رب اللي يعملها وجربها كده ما ينساش يشترك ويدعيلي دعوة حلوة من القلب كده. انا حطيت على الوش كمان بالمعلقة كده جوز هند. جوز الهند ده وانت بتاكليها كده بتلاقي طعمه جميل مع الشوكولاتة.